بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. ورسالة توعية جديدة، وهيونداي أكسنت 2010 وحادث قوة مؤثر بالسيارة وشغل بالحوض وشغل بالقوايم. طبعا العربية دي تعرضت إن هي اتقلبت قبل كده، وفيها شغل في القوايم الستة، وفي شغل في فرد الشاسيه الأمامية. طبعا كالعادة اللي بيشتري العربية الميكانيكي جابها له وقال له ان العربيه دي سليمه والعربيه دي كويسه، وطبعا ما بيعرفش حاجه في العربيات. وللاسف لما جاب العربيه وشفناها، وطبعا الميكانيكي طبعا كان بايعه للزبون اللي هو صاحب العربيه، للاسف الشديد حصلت مشكله وحصلت خناقه بينهم، والعربيه طبعا طلعت مقلوبه ومغيره السقف، وفيها شغل في القوائم السته، وفيها شغل في فرد الشاسيه. طبعا احنا عايزين نتقي ربنا شويه. اي واحد بيعمل اعلان عن عربيه او اي حد بيتفرج لحد على العربيه يقول له على الحقيقه بتاعه العربيه علشان ما يلبسش، لان العربيه بتكلفه كتير، وطبعا الانسان مش في رفاهيه في الايام اللي احنا بنعيشها. طبعا لما هنرفع العربيه طبعا هنلاقي برضه في شغل في فرد الشاسيه، والشاسيه من تحت طبعا مقطوع ومشغول الشاسيه، وطبعا موتور العربيه فك قبل كده، والعربيه فيها مشاكل كتيره جدا. صاحب العربيه لما يشتريها طبعا هيتعرض لمشاكل، مش هيعرف طبعا يرخصها لانها تتحول منه لجنه فنيه. طبعا شغل في القوائم السته، وشغل بالشاسيهات الاماميه، وموتور العربيه في مشاكل كبيره. طبعا احنا عايزين نتقي ربنا ونعرف المشتري حقيقه العربيه اللي هو بيشتريها، على اساس ان هو ما يلبسش فيها وبعد كده بيكلف الاسره كتير جدا. وطبعا زي ما احنا شفنا كده مع بعض ان العربيه لما اترفعت هنلاقي هنا في قطع في الشاسيه تحت ايدينا زي ما انتم شايفين كده. الشاسيه هنا طبعا مقطوع، والعربيه مشغوله بالكامل ولا تصلح طبعا للاستخدام. كان معكم عبد الوهاب الخطيب من مركز الخطيب لفحص السيارات بمدينه نصر. ليس لنا فروع أخرى أو أرقام أخرى أو أسماء أخرى. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.